أعرفت مصر على مدى 30 عاما هي عمر نظام الرئيس السابق حسني مبارك تكوين 24 حزبا سيطر خلالها الحزب الوطني المنحل حاليا على الساحة السياسية، بينما همشت بقية الأحزاب. لكن 7 أشهر في ظل حرية سياسية أعقبت ثورة أطاحت بمبارك وأركان نظامه أثمرت 21 حزبا جديدا تمثل كثيرا من التيارات المختلفة، أبرزها أحزاب الحرية والعدالة والوسط والكرامة. قبل الثورة لم تكن هناك حياة حزبية، كان هناك حزب واحد، حزب أشبه بالعصابة، وكانت بقية الأحزاب كلها تقوم بأدوار مختلفة وظيفية لإيصال الحزب الوطني. بعد الثورة هناك غابة من الأحزاب، هناك فوضى شاملة، لكن في كل الأحوال يجب أن نبدأ، لأن الحياة السياسية يمكن أن تصهر العديد من هذه الأحزاب، ويمكن أن يثبت بعضها أنه أقدر من الآخر بالبقاء. ويرجع سياسيون ومراقبون كثرة عدد الأحزاب التي لا تختلف برامجها كثيرا إلى تغييب سياسي عانى منه الشعب المصري قبل الثورة أزاحه عن المشهد الحزبي. مؤكد أن لازال قطاع عريض من الشعب المصري خارج الحياة الحزبية، كما كان قطاع الأعرض من الشعب المصري خارج الحياة السياسية، لكن يعني بما أن أصبح هناك حرية تشكيل أحزاب سياسية، بما أن أصبح هناك مساحة عمل سياسي حقيقي بعد الثورة، فمؤكد أنها ستكون قادرة على اجتذاب نسبة كبيرة من الشعب المصري في القادم. ومع كثرة الأحزاب التي تشكلت وما زالت تتشكل في مرحلة انتقالية تمر بها البلاد، يرى البعض أن بضعة أحزاب لا أكثر ربما تهيمن على الساحة السياسية في مرحلة الاستقرار. ما بين رفض لجنة شؤون الأحزاب أحزابا على أساس ديني وقبولها أخرى أسسها بعض رموز الحزب الوطني المنحل، يثار جدل واسع بين الأوساط السياسية والشعبية، ليس عن مزايا الانفتاح والديمقراطية ولكن عن عيوب في ظل غياب قوانين تمنع عودة من أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة المصرية، لا سيما قانون الغدر. توفيق أحمد، تلفزيون دبي، القاهرة.